بعد أيام من البحث، العثور على الطفلة هبة غرود على ضفاف بحيرة بلويدان في حالة هزت مشاعر المواطنين. في صباح مثقل بالصمت على ضفاف بحيرة بلويدان، انطفأت أصوات البحث الطويلة بعد العثور على جثمان الطفلة هبة غرود، لتتحول رحلة الانتظار التي امتدت لأيام إلى مشهد مأساوي ألقى بظلال الحزن على منطقة أيت حلوان نواحي أزيلان. كانت الطفلة التي تتابع دراستها بالسنة الثانية إعدادي في مؤسسة تعليمية بووزغيت قد اختفت يوم السبت 14 فبراير بعد نزولها من حافلة النقل المدرسي قرابة منتصف النهار، لتبدأ بعدها قصة بحث طويلة حملت معها قلق الأسرة ووجع المنطقة كلها. أيام من الانتظار مرت ببطء بينما واصلت فرق الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة المغربية عملية البحث، مستعينة بفرق الغطس وكلاب مدربة وطائرات بدون طيار ومروحية حلقت فوق الشعاب الجبلية والمجاري المائية التي تحيط بالمنطقة، إلى أن تم العثور على جثتها اليوم ببحيرة بلويدان مشبعة بالمياه وفي حالة كارثية بعدما جرفتها السيول التي شهدتها المنطقة.